الأم المصرية أول ما تلاقي الجو برد أول حاجة بتفكر فيها بتعمل إيه؟ تعمل محشي. يا إما بتعمل إيه؟ يا إما بتعمل عدس. إحنا عندنا في مصر يا إما بنعمل كده يا إما بنعمل كده. أول ما بنلاقي نطرة أو الجو ساقعة مش بنفكر غير في الحالتين دول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا سيدي يا رسول الله. تعالوا هنعمل حبيب الملايين، حبيب المصريين، الأكلة المصرية الأصيلة اللي ما ينفعش نعدي الشتاء من غير ما نعملها مرات كتيرة جدا. قبل أي حاجة اللي أمه عايشة يدعي لها ربنا يبارك فيها ويبارك في عمرها ويديها الصحة، واللي أمه متوفية ربنا يرحمها ويجعل مأواها الجنة يا رب. ربنا يبارك في أعمار أمهاتنا جميعا وما يحرمناش منهم أبدا أبدا. أنا النهاردة قمت بدور إيه؟ الأم المصرية. قمت بدور الأم المصرية على أكمل وجه. هاتي كده حللك وتعالي ورايا. جبت كده كرنباية حلوة، بعدت بأول ما لقيت الجو ساقعة بعدت ابني جابها على طول، ما فكرناش قلنا ايه اللي هيدفينا، حلة محشي كده محترمة. جبت كده كرنباية، ودي احسن طريقة هنسلق بيها الكرنب. سيبك من كل الحاجات اللي طالعة والطرق، مع احترامي للجميع، بس الطريقة المصرية الأصيلة بتاعتنا اللي بنلف نلف ونرجع لها هي دي الطريقة الصح. هاتي حلة كبيرة واقسمي وشيلي راس الكرنباية كده من جوه وحطيها وانسي، هتطلعي مفيش ولا حتة هتتقطع منك، هتطلعيها بكل سهولة. سهلي على نفسك وما تنسيش الطرق بتاعتنا الجميلة اللي احنا تربينا عليها. طبعا الطماطم اليومين دول كتيرة ورخيصة زي ما احنا عارفين. حضري كده كمية طماطم كويسة، احنا محضرينها في الفريزر ومجهزينها. وجبت كده 4 بصلات حلوين، لان البصل المحشي بيحب البصل. المحشي بيحب ايه؟ بيحب البصل والخضرة. لو وصلتي معايا لحد هنا حطي لي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا سيدي يا رسول الله. في نفس الوقت كنت حاطه الشوربه، والشوربه غلت، حطيت الطماطم وبصل وهحط فلفل اسمر وكل الحاجات الحلوه اللي عندنا المتاحه. وهنزل كده بالفراخ هسيبها كده تستوي عشان قبل ما احضر التسبيكه. كل حاجه جاهزه وبعملها بترتيب وهدوء. ما حسيتش ان انا عملت محشي. على قبل المغرب كنت مخلصه المحشي. طبعا المحشي بيحب ايه يا ولاد؟ بيحب ايه؟ بيحب شوية زيت زيادة يعني. عايزة المحشي يكون رز مفلفل كده ويكون طعمه حلو معاكي، زودي الزيت. حطيت كده البصل فرمته في الكبة، وحطيت البصل وحطيت على البصل شوية ملح كده عشان خاطر يدبل بسرعة ويستوي معايا ويتحمر معايا على طول. في نفس الوقت والبصل شغال كنت مقطعة الخضرة. زودي الخضرة شوية، الخضرة الشتا حلوة وجميلة ومفيدة. بصراحة أنا بحب الأكل يكون طازة وفريش، بس طبعا الطماطم لما بنكون مصلصينها بتسهل معانا، فنعمل ايه؟ نيجي حاطين الخضرة فريش، حاطين النهاردة الخضرة والبصل طازة، ودي حاجة بتخلي المحشي، طعم المحشي أو طعم أي أكل بيكون حلو جدا لما بيكون طازة وبيكون فريش. طبعا احنا بنفرز وكل حاجة، بس التفريزات اللي احنا بنحضرها للزناقات يا بنات. ما نخليهاش اسلوب حياة، ما نخليهاش اسلوب حياتنا ونعتمد على التفريزات، كده هنحرم جسمنا من الفايدة اللي في الاكل الطازة والاكل الفريش. فنحاول نسهل على نفسينا وكل حاجة، بس في نفس الوقت ما ننساش وما نضرش صحتنا. الحاجة اللي هتنفع صحتنا نحطها. كان معايا حتة لحمة بيضة، دي طبعا محدش بياكلها، فانا بعمل ايه؟ بقى باجي كده شايلها في الفريزر، لما اجي اعمل محشي بتخلي المحشي طعمه حكاية. مش بحط في التسبيكة سمنة، انا بخليها بحطها على الوش في الاخر، ودي من الحاجات التكات اللي بتفرق جدا في طعم المحشي. يعني لو عايزة المحشي يكون طعمه مميز معاكي واللي ياكله من ايدك ما ينساش طعمه، اعملي التكايتين دول اللي انا هقولك عليهم. اول حاجة مع البصلة في الزيت حطي حتة اللحمة البيضة دي، قطعيها وحطيها وسيبيها تتسبك. وبعد كده وانتي بتلفي المحشي تقطعيها كده قطع صغيرة، هتدي للمحشي طعم حلو جدا وريحة، وهتخليه مميز فعلا. بعد كده معلقة السمنة البلدي اللي في الاخر اللي هتتحط على وش المحشي، بصراحة ده سر مش قادرة اقول لكم بيدي طعم للمحشي قد ايه. الحاجة التانية ان احنا نخلي المحشي بتاعنا سبايسي. طبعا مش هينفع ان احنا منخليهوش مشطشط كده وحراق وكل اللي ياكله يعني عقله يطير. دي من اول صفة من صفات المحشي الناجح، ان هو يكون ايه؟ حراق.
توابل المحشي الأساسية: كمون، كزبرة، فلفل أسمر، ملح. دول من أساسيات المحشي وتوابل المحشي، وزوديهم شوية. حطي بقى الخضرة، الثلاث أنواع الخضرة بتاعتنا: شبت، كزبرة، بقدونس. حطيهم كده، قلبيهم في الرز. هاتي التسبيكة بتاعتنا الجميلة دي باللحمة، بكل حاجة كده جميلة، بالبصل، مزودين البصل فيها، وقطعة اللحمة اللي هي محمرة، وانزلي بها كده على الرز. مفيش بعد كده ولا في جمال أحسن خلطة محشي هتعمليها في حياتك. هقولك بقى على شوية كده نصايح، على كام حاجة كده لو عايزة في شهر رمضان أو في الأيام العادية إن انت اليوم المحشي ده يكون مفيش أسهل منه، وفي نفس الوقت يكون طازة وفريش معانا. طب هنعملها دي ازاي؟ احنا عندنا الطماطم محضرينها في الفريزر. سيبي اللي انت محضراه في حاله، سيبيه. بيجي وقت بتكون الطماطم غالية أو بنكون احنا مش فاضيين ومستعجلين، سيبي الحاجات اللي انت مفرزاها الوقت ده. طب أعمل ايه؟ هاتيلك كده دلوقتي الطماطم ب5 و4 جنيه، هاتيلك ب20 جنيه طماطم أو ب25 جنيه، على 2 كيلو بصل. وسبكي حل تسبيكة صلصة كده محترمة، وحطيها في التلاجة سبكيها. ودي أنا عاملاها في فيديو هنزله بإذن الله بعد ده. من أنجح الحاجات التحضيرات اللي بتحضريها وتحطيها في التلاجة. ودي كده تسبيكة المحشي جاهزة معانا. هاتي الخضرة ونقيها وحضريها، لفيها في فوطة وشيليها في التلاجة. وقتها هيكون ايه جاهز ايه معاكي؟ ان انا هقطع الخضرة واغسلها، لان احنا عايزينها طبعا طازة وفريش. وهجيب الكرنباية لو انا مش مفرزاه، هجيب الكرنباية اسلقها واقطعها زي ما انتوا شايفين معايا. الموضوع سهل وبسيط. انا مسبكة التسبيكة ومحضراها، هيبقى عندي الخضرة وعندي الكرنب. اعمليها في رمضان، في اي وقت في رمضان، مش هتحسي بيه ولا هتحسي ان انت عملتي كرنب زيه زي اي اكل عادي. بتحضري حتى لو حاجة بسيطة بتفرق معاكي جدا في الوقت. بصراحة الاكل الطازة طعمه ما بيتنسيش. طعمه مش بيتقارن بأي حاجة تانية. مهما بنفرز، احنا بنفرز الخضار بطريقة حلوة ومفيدة ونظيفة. طبعا مهم ان احنا نفرز ونشيل كل حاجة، بس ما نحرمش نفسنا من الاكل الطازة اللي احنا اتربينا عليه. ما نحرمش نفسنا منه، لازم ناخد الفايدة بتاعته. نخلي التفريزات دي لشهر رمضان، مش في كل الايام اللي احنا بنكون مضغوطين فيها قوي، او اللي احنا بنكون مثلا مش فاضيين فيها. يعني نحاول نخليها للزنقات بجد، اللي هي التفريزات. ونجيب الطماطم دلوقتي رخيصة، ما تاخديش من اللي انت مفرزاه، وهاتي على طول طازة كده واستخدميه. خزنتلك شوية بسلة، سيبيهم في حالهم. هاتي كده طازة واستخدميه. هاتيلك كده مثلا كيلو او 2 كيلو، اعمليهم فصصيهم على قد ما انت هتستخدمي. وسيبي اللي انت جهزتيه ده في حاله، هيجيله وقته. طول ما انت عندك وقت حتى لو بسيط، او اي فرصة تعملي الحاجة طازة، ما تفكريش، اعملي على. احنا امهاتنا طلعونا على كده، على الاكل الطازة، على الاكل الفريش. عشان كده كانت زمان الصحة، يعني كانت الصحة بصراحة. احنا دلوقتي بقت صحتنا بعافية شوية شويتين. فليه؟ من التسهيلات اللي احنا بنعملها، من اسلوب الغلط اللي احنا بنعمله. عصاير متفرزة، خضار متفرز. طب وبعدين جسمك ده هياخد الفايدة منين؟ ونرجع نجري على الفيتامينات والمقويات والحاجات دي كلها؟ لا، احنا نحاول نشتغل في الحتتين، نفرز بالعقل وبالهدوء، ونخليه للزنقات. ونيجي بقى، اللهم صل على سيدنا محمد، نيجي نحاول نستخدم الحاجات اللي بتكون رخيصة في السوق، نستخدمها ونستهلكها كل يوم، ما عندناش اي مشكلة. خلصنا المحشي، حلة المحشي بقت جاهزة. كان عندي الصلصة، وكان عندي الخضرة متنقية وجاهزة. غسلت الخضرة، قطعت الكرنب. الموضوع سهل وبسيط جدا جدا. انا عن نفسي بحاول اسهل على نفسي على قد ما اقدر، وفي نفس الوقت ما احرمش نفسي من الحاجة الطازة ومن الحاجة الفريش. شفتوا بقى الافتراء؟ بعد ما حطيت الشطة في قلب الصلصة، جيت حط على الوش كده معلقة تاني، وبعد كده حطيت الشوربة، ظبطت الملح بتاعها وحطيتها، وجيت حطاها بقى حلة المحشي الجميلة دي على البوتاجاز. حطي شوية ملح بقى كده على الوش بسيط، وخدتها حطيتها على البوتاجاز. كانت الفراخ طبعا استوت من بدري. اول ما المحشي يستوي هحمر الفراخ، ونبدأ بقى. عملت شوية لسان عصفور كده حلوين. طبعا المحشي جنبيه ملوخية خضرة او ناشفة، مش مشكلة، احنا في الشتاء. انا يعني مش كل حاجة لازما ولا ضروري بقيت اسهل على نفسي. المتاح انا هعمله، المتاح انا همشي نفسي بيه. بس انا النهاردة عملت لسان عصفور، واللي بنحبه جنب المحشي.
طبعا طريقة لسان العصفور دي سهلة وجميلة جدا، ومش بيشرب معاكي شوربة، يعني تقريبا مش بيشرب شوربة اصلا. انا عملت كيس لسان عصفور، حمرته وبعد كده حطيته في اللهم صل على سيدنا محمد، حطيته على السمنة، قلبته. اول ما اتحمر نزلت عليه بالشوربة. لو الشوربة بتاعتك لسه سخنة، اكتمي البخار واطفي البوتاجاز، اكتمي عليه الحلة واطفي البوتاجاز. لو الشوربة بتاعتك مش سخنة، لا يبقى سيبيه، اول ما الشوربة تسخن شوية تيجي طافية النار. انما لو سبتيه لحد ما يقلب قلبتين او ثلاثة هتلاقيه شرب معاكي شوربة. كل ما تحطي له شوربة هيشرب منك شوربة تاني. زي ما قلت لكم يا بنات، نحاول ندعي كتير في الليلة المباركة دي، في الأيام الجميلة. أيامنا كلها جميلة بإذن الله. الأيام اللي احنا فيها دي جميلة جدا. ربنا يا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. شايفين بقى التكاية دي؟ مفيش أحلى، يعني بصي أحلى لحظة في الحياة. حطيت كده معلقة سمنة بلدي، سيحتها كويس، جيت حطها على الوش. بعد ما استوى تماما انتي بتاخدي حلة محشي فظيعة خطيرة، مش هتاكليها من حد ابدا. هتكوني مميزة في عمايل المحشي من بعد ما تشوفي الخلطة المصرية الأصيلة بتاعتنا. هو ده المحشي الأصيل بتاعنا. طبعا كده خلاص، حمرت الفراخ والكرنب بقى جاهز، لسان العصفور جاهز من بدري. نتفى بقى، نتفى في السقعة دي. مش هينفع بقى ان انا اقعد اغرف طبق طبق. انا هجيب الصينية وهقلب فيها حلة المحشي، ما انا مش هقعد اغرف طبق طبق، لا انا هقلب الحلة بقى كده، الحركة المصرية بتاعتنا دي. هقلب الحلة واحط عليها الفراخ وهتشوفوا معانا الحركة. ما تستصعبوش حاجة، كل حاجة سهلة، بسطوا على نفسيكوا الشغل على قد ما تقدروا. ما هي دي حياتنا، لازم نعيشها بكل بساطة وبكل سهولة. نحاول على قد ما نقدر. ربنا يا رب يدينا الصحة، يديم علينا الصحة والعافية. أهم حاجة في الدنيا إن احنا ربنا يديم علينا صحتنا وعافيتنا. طبعا نسيت أقول لكم إن أنا عملت بتنجان. فات كده شوية رز، جيت عاملة كيلو بتنجان وعملته وحمرته. ايه الحلاوة دي وايه الدلع ده! والله أنا مش بستصعب حاجة، أنا بستعين بربنا على كل الشغل اللي ورايا، وربنا بيسهله وبتكون. ولازم نشوف الحياة جميلة والحياة بسيطة ونبسطها احنا على نفسنا بإيدينا. ما نستناش حد يجي يسهلها لنا ولا هيبسطها لنا، لأن ده مش هيحصل. والسلام عليكم ورحمة الله.